فيها الأبجدية الصومالية، ثم درسنا الحركات التي تنقسم إلى حركات قصيرة وحركات طويلة أو المد. ثم انتقلنا كيف تشتغل الحركات مع الحروف. تارة نبدأ بالحروف مع الحركات، وبدأنا بالحركات مع الحروف، ثم أخذنا الحركة بين حرفين، ثم انتقلنا إلى بناء المفردات بصوت واحد قصير، ثم بناء المفردات بصوت واحد طويل، ثم انتقلنا إلى طريقة قراءة المفردات الصومالية، والتي قلنا أنها تبدأ من اليسار وتنتهي إلى اليمين. فنقرأ إذا بدأ المفرد بحرف نقرأ الحرف مع الحركة التي تليه من اليسار، ثم الحرف الذي يليه بعد ذلك. ما لم تأتي حركة أخرى بعد الحرف الثاني فتنقطع الحركة الثانية، الحرف الثاني مع الحركة الثانية، وهكذا نقرأ جميع المفردات، ونستطيع أن نقسمها إلى أقسام أو مقاطع صوتية. ثم انتقلنا إلى الوحدة الثانية والتي أخذنا في التحيات والتعارف، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثالثة والتي تعرفنا في العائلة والأقارب. وكنا في درسنا الأخير حول الحرف أو قضب، فذكرنا أن الحرف أو القضب يعني في اللغة الصومالية يعني يتكون من 7 أحرف، وهذه 7 أحرف تنقسم إلى قسمين: 4 تلحق الاسم في آخره وتجعله معرفا بعد أن كان نكرة، ثم تستخدم 4 منها للتذكير و3 منها للتأنيث. فقلنا أن الاسم المفرد في اللغة الصومالية إذا جاءت في آخره القضب هذا أو الحرف 4 منها ك ج ه وأ، إذا انتهى الاسم المفرد بهذه الأحرف ال3 فهو يكون معرفا ومذكرا أيضا. و3 وهي ت د وشاء إذا جاءت في آخر الاسم المفرد تجعله معرفا ومؤنثا. فأخذنا 7 أمثلة، يعني 4 للتذكير و3 للتأنيث. ثم انتقلنا إلى النكرة والمعرفة، وقلنا أن الاسم المفرد إذا جاء يعني خاليا عن هذه الحروف ال7 يعني تعتبر نكرة، وإذا جاءت في آخره هذه الحروف ال7 يعني تكون معتبرة بمعرف بال، وكأننا أدخلناها المعرفية. ثم ذكرنا أيضا أن الجمع وجمع الاسم المفرد أو استخدامه مفردا تكون هذه ال7 أيضا في آخر الكلمة، ولكنها تتبادل الأدوار. في حين إذا كان المفرد يأخذ يعني الحرف أو قضب يعني مذكرا، فهذا يأخذ في حال جمعه يعني قضب مؤنثا. مثلا قلنا ويلك في آخره ك، يعني وكاء هذه للتذكير والتعريف، ولكن في حال الجمع ولاشا فجاءت في آخره شا. من هنا نأخذ القاعدة في أن علامة التذكير في الاسم المفرد تكون في الاسم في حال جمعه تكون علامته مؤنثة شا. لباح ففي آخره أ مذكرة عندما كان مفردا، عندما جمعناها جاءت في آخره د وهي من علامات تأنيث الاسم. ثم نأخذ مثال، مثلا إذا أردنا أن نصف رجلا رأينا سوداني، مثلا نقول سودانيغا. سودانيغا يعني إذا كان واحد سوداني نقول سودانيغا في آخره جاء، يعني لماذا؟ لأنه سوداني مفرد. ولكن في حال الجمع يعني والجمع في اللغة الصومالية يبدأ من 2 فأكثر، لأنه لا يوجد المثنى في اللغة الصومالية، وهي بذلك تشبه اللغة الإنجليزية التي لها المفرد والجمع فقط، بينما العربية تمتلك المفرد
والمثنى ثم الجمع، ولكن الصومالية تمتلك المفرد والجمع فقط، ولا يوجد فيها التثنية. ولذلك قلنا إذا أردنا أن نصف سودانيا واحدا نقول سوداني جاء، يعني في آخره جاء، وهي من علامات تذكير الاسم. ولكن إذا أردنا جمعها يعني تأخذ علامة للتأنيث، فنقول سودانيين تا في آخره، سودانيين تا. وكذلك إذا كان اليمني نقول يمني جاء، مقايد يمني جاء، يمني جاء في آخره جاء، لأنه في الواحد يكون علامته يعني للتذكير. ولكن في حالة الجمع نقول يمنيين تا في آخرها تا، وهي علامة للتأنيث. وكذلك صومالي، إذا نسبنا الرجل إلى الصومالي يعني صومالي نقول صومالي، صومالي في آخره جاء. ولكن في حالة الجمع نقول صومالي ذا في آخره دا. وهكذا يعني جاءنا إلى التدريب، وقلنا التدريب يعني من سؤالين. قلنا مقعيضا يعني قضب كدر، يعني أضف، يعني كدر بمعنى أضف قضب حرفا مقعيضا هذه الأسماء. مثلا الاسم الأول فوح، فوح، فنريد أن نجعله معرفا ومذكرا إذا كان يعامل معاملة التذكير أو علامات المؤنث الثلاثة. مثلا التذكير كان القضب ماذا؟ يعني أ وجاء وكا وها. أما إذا للتأنيث فقالنا تا وداء وشاء. كلمة فوح وهي اللبان أو ما البخور اللي يتبخر بها الناس، يعني فوح البخور. يعني ماذا نضيف في آخره حتى نجعله معرفا ومذكرا؟ من يتبرع؟ في آخره نزيد في ألف مثلا أ. كيف نقرأ إذا زدنا في آخره أ وهي من علامات التذكير؟ فوحة، فوحة، نعم، فوحة يعني البخور هكذا. وهنا قور، قور وهي عبارة عن الرقبة، الرقبة هذه قور يسمى في اللغة الصومالية قور الرقبة. يعني إذا أردنا تعريفها بإضافتها إلى قضب فنضيف ماذا؟ وهذا القضب يجعله مؤنثا يعني يعامل معاملة الأنثى. نضيف ماذا في آخر؟ قورتا، يا سلام، نعم، قورتا في آخرها نضيف تا. وهنا بال بمعنى ريشة، ريشة وهي أحد الريشة التي تمتلكها الطيور أو الدجاجات، يعني عندها ريشة يتم تنظيفها منها، يعني بال هنا. ويسمى أيضا الجناح، يعني جناح الطائرة يسمى بال. إذا أضفنا لقضب وهو هذا القضب للتذكير لأنه يعامل معاملة المذكر نضيف في آخره ماذا؟ بال، ماذا؟ ماذا؟ بال، لا لا لا, لا ليست إنما هي تأخذ بالكا، 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 يا سلام، نعم، بالكا في آخره نضيفه كا. وهنا بيل بمعنى عشيرة، عشيرة يسمى في اللغة الصومالية بيل. فنضيفها كلمة للتأنيث، وكانت علامات التأنيث ثلاثة: تاء وداء وشاء. الآن نضيف شاء ونحذف اللاء في آخرها فنقول بشاء، بشاء، يعني ال هذا تحذف وسنعرف في حينها. وهذه الدي، الدي وهي يعني الظفرة أو الإزالة الظفرة من الأصبع يسمى الدي. هذه أي ظفرة، أي إذا أضفنا
القضب هذا نضيف ماذا للتأنيث؟ نضيف عديشة. عديدة. يا سلام، عديدة، داء في آخرها داء، عديدة. يس. السؤال الثاني يقول مع أيضا هذه الأسماء قضب ككريف احذف منها الحرف الأولى تكون بوكتا. إذا حذفنا حرف الأخير القضب يبقى لنا ماذا الاسم المفرد؟ ماذا يكون؟ بوك. يا سلام، بوك. يعني هنا بوك يعني يكون بوك، وتاء هنا للتأنيث. هنا بوعة. إذا حذفنا القضب هذا يبقى ماذا؟ لا، بوك هنا بمعنى قرحة، يعني القرحة التي تحتاج إلى اندمال والتي تظهر من جسد الإنسان يسمى الجرح هذا، يعني بوك، يعني بوك جرح. أي الجرح. الثانية بوعة. وإذا حذفنا يبقى ماذا؟ يعني بوع. يا سلام، بوع مثلا، وهو اسم من أسماء النباتات، بوع. ونحذف هنا التي كانت للتذكير والتعريف، وهو اسم من أسماء النباتات. سوف نعرض لها صورتها إن شاء الله إذا احتاجنا. وهنا ودادا نحذف ماذا في آخرها؟ نحذف القضب وبس، اللي هو الداء. اللي هو الداء، يعني ودو. يا سلام. ويبقى وداء يعني بمعنى الطريق، ودو بمعنى الطريق، ونحذف منها الداء هذه التي كانت علامة للتعريف والتأنيث. معش نحذف ماذا؟ ماذا في آخرها؟ ما في آخرها شاء. وفي شاء إذا حذفنا قبلها لا، يعني لا إذا جاءت في آخر الكلمة يعني دائما تكون محذوفة وتكون المنطقة شاء، كما رأينا في السوابق. يعني أخذنا كلمة بيل، يعني مثلا بيل في آخرها كانت لا فحذفنا فقلنا بيشا. فهنا الآن معشا، يعني ومعل هذا هو عبارة عن لمن يعرف الضأن عنده يعني في الرقبة هذه يعني شيء مدلل، وهذا الشيء المدلل اللي يأتي من هنا النعجة أو الخروف يسمى معل عند الذبح. يعني هنا شيء مدلل في كرش مدلل يسمى معل، يعني هذا هو اسم المعل. والكلمة الأخيرة تكون ماحذة. نحذف ماذا؟ أي الداء هذه التي جاءت للتعريف والتأنيث، فيبقى الكلمات تبقى الكلمة ماح، وهي عبارة عن ينبع أو مكان تنبع منها الماء يسمى ماح. وسنعود إلى هذه القضب أو الحروف السبعة، يعني سنعود إليها مرة أخرى في الوحدة الرابعة، وهي وحدة التي سندرس فيها التسوق، وفي صفحة 25. التسوق هذا معناه ماذا؟ صفحة 25. نبدأ محاضرتنا الليلة من التسوق، ومعناها في اللغة الصومالية دكاميسي. كيف نقرأها؟ دو. في البداية نقرأ من اليسار إلى اليمين، وكا تكون القراءة الأولى دك، ولكن بعد كا جاءت الحركة المد،
فتنقطع المقطع الأول يكون دو، والمقطع الثاني يكون كا. وما هذه نقرأها مع هذا دكام، ولكن جاءت بعدها حركة فتكون المقطع الثالث دو كا مي، نقرأ مع الياء، لأن ما جاءت بعدها حركة، إنما جاءت بعدها حرف، وهذا الحرف له حركة، فلذلك تكون المقاطع دو كا مي سي. دكاميسي هذا بمعنى التسوق أو الذهاب إلى السوق واشتراء أشياء مختلفة حسب الحاجة. وذا شيكيسي بمعنى حوار أو محادثة، أخذنا مرات وذا شيكيسي بمعنى محادثة أو حوار. نقرأ أولا ونشرح معانيها ثم نعود إلى شرحها. واد هذا نقرأ بمقطع واحد، لأنه يبدأ بحرف بعدها حركة، بعده حرف ليست بعده حركة، ولذلك نقول واد. واد هذا هو يعني مفرد بصوت واحد طويل. واد إس دي يارينيسايه، هذه مقاطع كثيرة. دائي دي يا ري ني سا يه. وات إس دياري نيسايه حاجات أو سعوتا. وات إس دياري نيسايه حاجات أو سعوتا. وحان ربا إنان آذو سوق قدردا. وحان ربا إنان آذو سوق قدردا. هذا آخر كتبتا، إنما هي خطأ مطبعي. قدردا هنا داء موتا، إنما داء قدردا. وفيها التعريف والتأنيث، فيها تعريف والتأنيث. وحبان أوغا باهناهي. وحبان أوغا باهناهي سوق قدردا. هذه أيضا قد أبدأ فيها آخرها داء قدردا. مكراعا. مكراعا. إنا كين. وحان أقان نين إيبيا خضار فريش إنا كين وحان أقان نين إيبيا خضار فريش خضارتا بريهن سو قالي ماهن. خضارتا بريهن سو قالي maahan. maya muuska iyo liin dhanaantu waa qiimihii hore. maya muuska iyo liin dhanaantu waa qiimihii hore. qarahana waa raqiis. qarahana waa raqiis. baradhaha, yaanyada, basasha, basbaaska iyo barbarooniga wax saas kuma darsoomin. baradhaha, yaanyada, basasha, basbaaska iyo barbaroonigana wax saas kuma darsoomin. waa tahay 2 kiilo oo baradho kiilo basal iyo nus kiilo liin dhanaan isii. qarahana mid weyn oo bisil isii. waa tahay 2 kiilo oo baradho kiilo basal iyo nus kiilo liin dhanaan isii. qarahana mid weyn oo bisil isii. waa kan adeegaaga ee lacagta tuur. waa kan adeegaaga ee lacagta tuur. meeqo waaye marka la isku wada daro. meeqo
waaye marka la isku wada daro. $5 lambarkan ku tuur 4,000 ayaa kuu soo noqonaysa. $5 lambarkan ku tuur 4,000 ayaa kuu soo noqonaysa. Waan kuu tuuray ee baaqigayga isii. Waan kuu tuuray ee baaqigayga isii. Lambarkaaga maxaa u dambeeya? Lambarkaaga maxaa u dambeeya? Waxaa u dambeeya 69. waan kaa hayaa mahadsanid. waan kaa hayaa mahadsanid. معاني المفردات. معاني المفردات في درسنا تكون ماذا؟ معناها إرياضة معاني المفردات. معناها معاني إرياضة المفردات، يعني ازديار ماذا؟ استعداد. أراك تستعد أو أراك تقوم باستعداد. ازديار معناها استعداد، يعني استعداد. تريد أن تذهب إلى مكان ما فأنت تستعد للذهاب إلى هذا المكان. ازديار استعداد. رد أو قدار، يعني كلمتان مترادفتان. مرة تستطيع أن تقول رد، ومرة تستطيع أن تقول قدار، ومعناها خضروات. خضروات. رد أو قدار نفس المعنى، كلمتان مترادفتان. مرة تستطيع أن تقول رد، ومرة تستطيع أن تقول قدار، هي نفس المعنى، أو كلمتان مترادفتان، ومعناها خضروات. يعني سوق الخضروات معروفة. قارئ هنا بطيخ. بطيخ الأحمر يسمى في اللغة الصومالية قارئ. قارئ بمعنى بطيخ الأحمر. بصل يعني نفسها بالعربية بصل، يعني لكن الحرف الصاد غير موجود في الأبجدية الصومالية، ولذلك تدخل في صوت ص. بصل يقولون بصل، وهي البصل العربي. لين دنان. لين دنان. ليمون حامض. لين ليمون، دنان هذا حامض. لين دنان ليمون حامض، وهي الليمون وذا يسمى لين، وحامض هو دنان. دنان ليمون حامض، لين دنان، التي غالبا ما نستخدم في المطاعم لاستخدامها للمأكولات، نعصر عليها. لين دنان معروفة، وفي المائدة الصومالية أيضا معروفة. باردو. باردو يعني بمعنى بطاطس. باردو بمعنى بطاطس. ويانيو بمعنى طماطم. طماطم يانيو. وبربروني هنا فلفل حلو. بربروني هذا الفلفل الحلو. وبسباس هذا فلفل حار. فلفل الحلو هذا معروف، هذا صح، اللي نضيفها إلى الأشياء التي نطبخها. الفلفل الحلو هذا بربروني، غير الحار الذي يسمى بسباس. بسباس هذا حار والنحيف. وهذا هو الفلفل العادي، يعني الفلفل العادي. فلفل أخضر. الفلفل الأخضر بتاع السلطة. أي بتاع السلطة، ويأتي مرات وهو على شكل الأحمر وعلى شكل الأخضر، فهذا هو العادي غير الحار. هو فلفل. أي فلفل يعني. لأنه غير حار. غير حار. غير حار. أي. أما الحار هذا هو بسباس في اللغة الصومالية. بسباس اللي هو النحيف ومعروف. والأما هذا يعني نأتي إلى صورته إذا دعت الضرورة، فهو الفلفل العادي الذي نضيفه إلى المأكولات حسب الطلب والذوق أيضا.
نعود إلى الدرس مرة أخرى ونشرحها. الحوار وذا شيء حوار أو محادثة وذا شيء كيسي وات إس دياري نيساي أراك تستعد يعني وات إس دياري نيسا تستعد حاجات أين أسعتا أين أنت ذاهب وات إس دياري نيساي أراك تستعد أو أنت مستعد للذهاب إلى مكان ما وات إس دياري نيسا أراك تستعد حاجات أين أسعتا أنت ذاهب أين أنت ذاهب وات إس دياري نيسا تستعد هنا كلها تستعد حاجات أين أسعتا أنت ذاهب أين أنت ذاهب وحان لحالها لا يوجد لها معنى وإنما تساعد الفعل ربا هذا تكون مع الفعل وحان ربا أريد وحان ربا أريد هذا كلها لأنه وحان هذه ليس لها معنى وإنما مساعدة للفعل وهي معروفة في اللغة الصومالية وحان وحي كلها وحان ربا أريد هذا كلها أريد إنان أن يعني أن العربية في الصومالية إنان أن آذو أذهب هذا إنان آذو أن أذهب وحان ربا أريد إنان آذو أن أذهب والذهب هذا فعل يتعدى بإلى أن أذهب إلى وسوق قطردة سوق الخضروات يعني سوق قطردة سوق الخضروات وتاء هذه نستبدلها بداء هذه للصوت الصحيح وحان ربا أريد إن آذو أن أذهب إلى سوق قطردة سوق الخضروات وحبان uga baahanahay suuqa qudaarta وحبان يعني هنا نبدأ بنا uga baahanahay عذرا أستاذ محمد لو سمحت هي الحرف التاء صحيح في الكتابة والنطق داء ولا الحرف التاء يستبدل بالداء؟ لا هذه هي الحروف أو القضب السبعة التي أخذناها فقلنا أنها في المثنى تأتي على ثلاثة أشكال تاء وداء وشاء هذه استخدمنا تاء ولكن خطأ مطبعي أردنا أن تكون هنا داء فهي تعمل نفس ما تعمله تاء وداء وشاء يعني هذه هي القضب الذي يلحق الاسم ولذلك نقول قطردة هذه يعني النطق الصحيح داء وليس التاء يعني التاء هذه تكون يعني نفس ما تعمله داء ولكن في كلمات تناسب تاء وفي كلمات تناسب داء وهذه تناسب داء يعني وهذا هو النطق الصحيح وإنما هو قطع مطبعي تاء هذه ونستبدلها بداء هذا هو ما أردناه يا سيدي وحبان أوغا باهنا هاي أريد شيئا من أوغا هنا من وحبان أوغا باهنا هاي أريد وحنا شيء وحبان أوغا باهنا هاي أحتاج إلى شيء سوق قدارته من سوق الخضروات يعني أحتاج شيئا من سوق الخضروات مكرا باهنا هي أحتاج هنا باهنا هاي فيها أيضا خطأ مطبعي باهنا في هنا هاي هنا هاء ياء بعدها هاء تركناها في خطأ مطبعي ثاني باهنا هنا تأتي هاي هاء في آخرها ياء أحتاج يعني باهنا هاي أحتاج بعد الناء لا بعد الناء بعد الناء هنا تكون هاء با ها نا هاي هنا هاء ياء يعني هاي حرفين نقصد حرفان أي حرفان وهاء بعد ناء تكون هاء في آخر الياء مكتوبة نقول باهنا هاي باهنا هاي بمعنى أحتاج
أحتاج شيء هنا وح شيء. أحتاج شيئا من السوق الخضروات، سوق خضارة من سوق. تاء هنا صحيحة، يعني عندما نقول خضار تاء خضار لا نقول هذه تناسب تاء خضار تاء. مكراعة يعني هل أذهب معك؟ مكراعة هل أذهب معك، يعني راعة هنا معك أو مقولتك مكراعة يعني هل هنا ما كراعة يعني كو معك راعة، يعني مكراعة هل أذهب معك. إن كان هيا بنا، إن كان هيا بنا. وحان أقان أعرف، وحان لوحدها ما لها معنى، إنما تساعد الفعل أقان. أعرف هنا وحان أقان أعرف نين إيبيا رجل يبيع، نين إيبيا رجلا يبيع خضار فريش خضروات طاسجة. فريش هنا طاسجة، طاسج فريش وفريش هذه كلمة إنجليزية يعني مصوملة، يعني هكذا يستخدمونها بإرادة الطاسج. يعني إن كان هيا بنا وحان أقان أعرف نين إيبيا رجلا يبيع خضار فريش خضروات طاسجة. خضارتا بريهن الخضروات في هذه الأيام، بريهن هذه الأيام، بريهن هذه الأيام. خضارتا الخضروات بريهن في هذه الأيام سوقال ماهن هل هي غالية؟ سوقال ماهن هل هي غالية؟ يعني سعرها مرتفع. قالي مان، قالي هنا بمعنى غالي، يعني الغين يعني يستخدمون قاف. قالي بمعنى غالي أو سعرها مرتفع. قالي ماهن اللي هي مرتفعة. مية لا، مية لا. موسكا الموز، هنا الموز يسمون موس. هنا القضب هذا يعني اسم مفرد ومعرف الموز. موسكا الموز، يعني موسكا الموز يعني اسم مفرد وعرفناها بال وهو يعامل معاملة الذكر. إيو ميا لا. موسكا الموز. إيو لين دانانتا، لين دانان أخذناها وقلنا ليمون الحامض. والليمون الحامض إيو لين دانانتا والليمون الحامض. وهنا إيو بمعنى واو العطف، إيو ولين دانانتا ليمون الحامض. وقيمه هوري يعني بسعرها السابق، وقيمه هوري بسعرها السابق. هوري بمعنى سابق، وقيمه هوري بسعرها السابق، وقيمه هوري بسعرها السابق. يعني ميا لا موسكا الموز إيو ولينتانانتا الليمون الحامض وقيمه هوري بسعرها السابق، يعني ما تغير فيها شيء وما ارتفعت، يعني ثابتة في سعرها السابق. قرهنا والبطيق، قرهنا والبطيق. قرئ هذا يسمى الحبحب أو البطيق الأحمر يسمى قرئ. قرهنا والبطيق، هنا قرهنا عندما نقول وفيها عطف والبطيق، قرهنا والبطيق يعني الاسم العادي كان قرأ، وهاء هنا للتذكير والتعريف، وناء هذه للعطف. والبطيق، قرهنا والبطيق. ورقيس ورخيص، يعني رقيص هنا يقرؤون القاف لأن صوت الخاء يستخدمونها بقاف هنا. والرخيص يعني هو بسعره يعني رخيص، يعني رخيص العربي هي كلمة عربية أصيلة فتمت صوملتها. والبطيق رخيص، يعني قرهنا والرخيص والبطيق رخيص. بردها البطاطا أو البطاطس، البطاطا هنا بردها البطاطا. يانيضا يعني فيها العطف هنا فاصلة. يانيضا الطماطم. بصشة البصل. بسباسكة البسباس هذا الفلفل الحار.
إيو بربرونيغا وهذا الفلفل الحلو أو الفلفل غير الحار وحساس كما كور درسو من لم تزد يعني شيئا يذكر. وحساس عندما نقول وحساس شيء يذكر، يعني وحساس شيء يذكر كما درسو من لم تزد، يعني لم تزد شيء يذكر، يعني في زيادة طفيفة عليها ولكنها ليست زيادة يعني تستحق الذكر. وحساس شيء يذكر كما كردين لم يزد أو لم تزد شيئا يذكر. واتهي حسنا، واتهي حسنا، واتهي حسنا أو أوكي. لبا كيلو يعني لبا كيلو 2 كيلو، هنا لبا كيلو 2 كيلو أو برداء من البطاطا. لبا كيلو أو برداء 2 كيلو بطاطا أو بطاطس، وكيلو بصل وكيلو بصل من البصل. هنا من البيانية بصل من البصل. إيوه وهنا عاطفة نص كيلو نصف كيلو. نص هنا نصف العربي يعني نصف كيلو نص كيلو نصف كيلو. أولين أنان يعني من الليمون الحامض. هنا من البيانية من الليمون الحامض. إسي هنا أعطني، إسي أعطني. ماذا يعطيك؟ يعني 2 كيلو من البطاطا وكيلو بصل ونصف كيلو من ليمون الحامض. قرهنا والبطيخ مت وين واحد كبير. مت يعني واحد، وين أو بمعنى كبير، أو بسل وناضج يعني كبير وناضج. إسي أعطني يعني واعطني من البطيخ الكبير والناضج. يعني يصف مرتين، مرة من حيث الحجم أن يكون كبيرا، ومن حيث النضج أن يكون ناضجا. هذا هو ما يطلبه. واتهي حسنا لبا كيلو 2 كيلو أو برداء من البطاطس أو من البطاطا. كيلو بصل وكيلو من البصل. إيو نص كيلو لندنان ونصف كيلو من ليمون الحامض. إسي أعطني هذه الثلاثة. قرهنا والبطيخ مت وين واحد كبير أو بسل وناضج. إسي أعطني. واحد هذه مش قو، وهل هذه إضافة دي لمد لواحد، كلمة واحد. واحد من؟ واحد. إيه واحد هذا مت. هذا واحد. لا هذا هو مت واحد، وهذا واحد وليست يعني الرقم هنا، إنما هو واحد كبير. يعني عندما نقول واحد كبير أو أحد كبير هذا مت بمعنى واحد. وإذا قلنا هل يعني العدد العادي اللي يبدأ وهل أو 2 أو 3 هذا يعني من العدد. هذا هو واحد يعني الوصف والعدد. يعني مت وين واحد كبير، يعني واحد كبير أو بسل وناضج. وكان هذا هو، وكان هذا هو أذي جاجا يعني طلباتك، أذي جاجا طلباتك. وكان هذا هو أذي جاجا طلباتك. لعكت تور ادفع الحساب. لعكت هنا الفلوس، تور بمعنى ادفع يعني وادفع الفلوس أو القيمة. وكان هذا هو أذي جاجا يعني طلباتك. لعكت تور يعني ادفع الحساب أو ادفع الفلوس. لعك هنا الفلوس أو الحساب. ميقو واي كم، يعني ميقو يعني واي كم هو الثمن، يعني كم الثمن. ميقو واي كم الثمن. مركا لا اسكو وضع دارو عند جمعها. مركا لا اسكو وضع دارو عند جمع الأشياء كلها. يعني مركا عند لا اسكو وضع دارو جمع الجميع، يعني كل المتطلبات يعني جمعها تكون الحساب ماذا؟ ميقو واي كم الحساب.
marka la isku wada daro cinda aljamci $5 $5 5 هنا 5 دولار بمعنى دولار والاسم لا يتغير. $5 $5 لمبر كان يعني هذا الرقم لمبر كان هذا الرقم كتور حول يعني أو ادفع $5 لهذا الرقم يعني لمبر كان أفر كن يعني 4000 من العملة الصومالية. أنت تدفع أو تحول $5 إلى هذا الرقم، يبقى لك أو تعود إليك 4000 من العملة الصومالية. أفر كن 4000 أفر هنا 4 كن بمعنى 1000 أيا كوسو نقونيسا باقي لك كوسو نقونيسا باقي لك الباقي لك تكون 4000 شلن بعدما تدفع $5 وتحوله إلى هذا الرقم. وانكو توري يعني حولت إليك وانكو توري حولت وانكو توري حولتها لك. حولت ولا دفعت؟ دفعت ولا حولت؟ دفعت أم حولت؟ هذا تورس هنا يعني الأصل فيها الدفع، ولكن أصل الكلمة الصومالية توري بمعنى رميت، ولكن هي كناية عن التحويل. يعني عند استخدام تحويل المال عبر التليفون يسمونها توري، وتور هذا بمعنى رمي، والتي جاءت من رمي الحجار، أصلها من الرمي، ولكن هذه المرة عند تحويل المال من الهواتف يسمى وانكو توري، يعني حولت لك. يعني توري هذا أصلها الرمي. دفعت له نقدا. دفع بيبت. الدفع هو بيبت. دفعت لك وان بيبي يعني بيبي دفع. أي. والدفع أصلا في اللغة العربية يكون وكأنك دفعت الشيء إذا حركته من مكانه وإلى مكان آخر، وكأن يدك تدفع عند استخدامها تدفع، يعني فأنت تدفعها وتزيحها من مكانك إلى الرجل الثاني وكأنك دفعتها إليه. يعني الأصل في الكلمات أي كانت. إذا أردت الدفع هنا بيبت، والآن عبارة عن تحويل المال باستخدام الجوال يسمى توري، وبمعنى التحويل يعني حولت لك. باقي جيجا إسي يعني واعطني الباقي، ما بقي لي أعطني، يعني 4000 من العملة الصومالية المتبقية لي أعطني. إسي هنا أعطني باقي جيجا الباقي لي. لمبر كاغا يعني رقمك maxaa ugu dambeeya ما هو آخره، maxaa ugu dambeeya ما هو آخره، يعني الرقمين الأخيرين إذا ذكرتها فتأتي يعني التحقق من أن هذا التحويل جاء من عندك. ولذلك يسألك عندما أنت تركب البجاج يعني وتدفع له الأجرة مقابل التيك توك هذه، يسمى يقول لك maxaa ugu dambeeya lambarkaaga maxaa u dambeeya، فأنت تذكر الرقمين الأخيرين في رقمك الذي حولت منه المال، فيتأكد أنك دفعت له أو حولت إليه. لمبركاغا رقمك. معلش بس عيد الجملة دي مرة ثانية لأنه النت قطع كده. أي لمبركاغا رقمك. هنا لمبر هو النمبر العربي، النمبر الإنجليزي نمبر رقم. هذا كاغا يعني كاف الخطاب. لمبر كاغا رقمك maxaa u dambeeya ماذا u dambeeya في آخره، يعني dambeyn آخر. يعني رقمك لمبركاغا maxaa u dambeeya ماذا في آخره، يقول waxaa u dambeeya في آخره، waxaa u dambeeya في آخره 66 iyo 9 يعني 69 60 iyo 9 69 أو 69 60 iyo 9 يعني 69 أو 69. هذا هو آخر رقمين 69.
وان كاهيا استلمت منك، وان كاهيا استلمت منك مهتسند شكرا لك، وان كاهيا استلمت منك مهتسند شكرا لك. لنعد مرة أخرى إلى شرح هذه الحوار. التسوق دكاميسي وذا شيكيسي الحوار أو محادثة وات إسديارينيسا تستعد حاجات أين أسعطا أنت ذاهب وحان ربا أريد إن أن أذهب إلى سوق قدردة، سوق الخضروات. وحبان أغا باهنهي أحتاج منها شيئا، يعني أحتاج شيئا. وحبان أغا باهنهي أحتاج شيئا من سوق قدارتا، سوق الخضروات. مكراعة هل أذهب معك؟ إن كان هيا بنا. وحان أقان أعرف نين إيبيا رجلا يبيع خضار فريش يعني خضروات طاسجة. خضارتا بريهن الخضروات هذه الأيام سوقال معها هل هي غالية؟ ميا لا. موسكة الموز إيولين دانانتا والليمون الحامض وقيمه هوري بسعرها السابق. قرهنا والبطيخ والرخيص سعره رخيص، يعني والرخيص هو رخيص. بردها البطاطا يانيذا والطماطم، بصشة والبصل، بسباسكا والفلفل الحار، إيو بربرونيغا والفلفل الحلو. وحساس يعني شيء يذكر كما درسوا من لم تزد سعره بشيء يذكر، يعني ازداد ولكن زيادة طفيفة. واتهي حسنا 2 كيلو أو برداء 2 كيلو أو من البطاطس أو بطاطا، كيلو بصل وكيلو من البصل، وإيو نص كيلو لينتانان ونصف كيلو من الليمون الحامض. نص بمعنى نص كيلو، نصف كيلو لينتانان من الليمون الحامض. إسي هذا أعطني. قرهنا والبطيخ مدوين يعني واحد كبير أو بسل وناضج إسي أعطني. وكان هذا هو وهذا هو أذيقاقا يعني طلباتك لعكت تور، يعني حول العملة أو الفلوس. هنا لعكت الفلوس تور بمعنى حول أو ادفع الحساب. ميقو واي كم هي مركا لإسكو وضدرو عند الجمع، يعني 2 كيلو بطاطا، نصف كيلو الليمون الحامض، كيلو بصل، كلها والبلطيق الأحمر هذا، يعني كلها عند جمعها كم ثمنها؟ ميقواي كم ثمنها؟ مركا لإسكو وضدرو عند الجمع $5 $5 لمبركن هذا الرقم كتور حول إلى هذا الرقم $5. 4000 أياكو صولا بنيسا، باقي لك 4000 من العملة الصومالية. وانكو توري حولتها لك، باقي جيجا إسي أعطيني الباقي أو ما بقي لي. لمبركاغا رقمك محا ضمبية ماذا في آخره؟ وحا ضمبية في آخره 69 يعني 69. وان كاهيا استلمت منك مهتسند شكرا لك. معاني المفردات هذا أخذنا استعداد، ازديار، خضروات بمعنى خضردة أو خضار، بطيخ بمعنى خرق أو حبحب، بصل بنفسها بصل، ليمون حامض لينتانان، بطاطس أو بطاطا بردو، يانيو هنا طماطم، فلفل الحلو بربروني العادي هذا، فلفل الحار هذا باس. صفحة 26 شيكو أقرس وهي الأخيرة. شيكو أقرس قصة للقراءة، نقرأ ونشرح بعد قراءتها. علي وحو آذي سوق سي أسو دكا ميستو. علي وحو آذي سوق سي أسو دكا ميستو. wuxuu doonayaa
إن أوسو إيبسادو شار وحو دونيا إن أوسو إيبسادو شار سروال قرن إيو بومو وحو هنا في قطع مدبحي وحو هنا دبل أو وليس دبل آ وحو وهنا أو وحو وليس وحا لا وحو هنا الأ تستبدلها بأو ودبل آ هنا دبل أو وحو هنا نفسها هذه زي هذا تكتب زي هذه صحيحة وهذه استخدمنا الأولى قطع فيها والصحيح أننا أن نكتب هكذا وحو لأننا عندما نستخدم ونتحدث عن الغائب نستخدم وحو وليست وحا هذه قطع متبعي وحو تجي سوق وين حمر وين وحو تجي سوق وين حمر وين وحو قالي عرو لغو إيبيو دركا رقا وحو قالي عرو لغو إيبيو دركا رقا وحا سو دويي إيبيه عروضا أو كويري محان كا إيبيا ولال علي أيا أشيغي إيبيها إنو دونيو إنو إيبسادو در وحا لغيي قيبتا دركا waxaana la tusay noocyo kala duwan oo dhar ah cali wuxuu la dhacay surwaal ka mid ah kuwii la tusay balse qaali ah wuxuu codsaday qiimo dhimis waxaa laga ogolaaday in wax laga dhimo qiimaha isna wuu iibsaday surwaalkii iyo shaar sidoo kale garan iyo buumo isagoo faraxsan ayuuna gurigiisa u soo laabtay هذه المقطع شار هذا هل مشكلة الإنترنت هذه عامة ولا عندنا بس؟ في تقطيع شديد. تقطيع الأصوات؟ نعم. عندكم واضح؟ أنا اللي واضح. إذا أنا عندي شبكة عندي واضحة عندما يسمعه الآخرون بصورة واضحة وإذا كان هناك انقطاع فممكن أنها من غيري يعني من شبكتك أو من شبكة الآخرين إذا كان الصوت واضحا لدى الآخرين يعني نفس الشيء وما يتغير. واضح يا جماعة؟ أنا عندي واضح شخصيا. ومن عنده أيضا في شخص آخر يمني كاتب على صوت واضح. أوكي. نحاول قدر الاستطاعة وتكون التسجيل. شار هنا قميص يعني شار بمعنى قميص سروال بمعنى بنطلون أو سروال العربي سروال بمعنى بنطلون قرن بمعنى فانيلة أو الفانيلة الداخلية يسمى قرن فانيلة أو فانيلة داخلية يسمى قرن بومو هنا سروال داخلي بومو يعني سروال داخلي أو قميص قصير داخلي عروة بمعنى معرض عروة بمعنى معرض بركة رقة ملابس رجالي بركة رقة ملابس رجالي قيمة دمس يعني حسن قيمة دمس حسن خلينا نعود إلى القصة للقراءة ونشرحها شيكو أقرس قصة للقراءة شيكو قصة أقرس للقراءة علي وحو آذي ذهب علي وحو هنا لا يوجد لها المعنى وإنما هي تساعد الفعل آذي علي وحو آذي ذهب علي علي هنا اسم شخص علي وحو آذي ذهب علي إلى سوق يعني إلى السوق يعني سوق هنا إلى السوق هنا ارتيكل هذا يعني هي التي تجعله السوق يعني ويعامل معاملة الذكر
لأنها من علامات التذكير. سوق سي هنا بمعنى لام التعليل لي سي لي وأسو دكاميستو للتسوق سي وأسو دكاميستو للتسوق وحو دونيا يريد إن أوسو إبسدو أن يشتري. هنا إن أوسو إبسدو أن يشتري. إن هنا بمعنى أن الشرطية. إن أوسو إبسدو أن يشتري. ماذا يشتري؟ شار قميص. وماذا؟ سروال يعني بنطلون. قرن فانيلا أو قميص داخلي. إيو وبومو سروال داخلي. هذا هو 4 أشياء. شار بمعنى قميص، سروال بمعنى بنطلون، قرن بمعنى فانيلا أو قميص داخلي، إيو وبومو هنا السروال داخلي. وحو هنا وليست وحو تجي وذهب أو وصل إلى وصل إلى سوق وين، السوق الكبير أي حمروين. يعني حمروين هذا اسم المكان. حمروين يعني اسم منطقة فيها سوق كبير يسمى سوق حمروين. هذا اسم للسوق. وحو قلي ودخل إلى عروة معرض لغو إيبيو لبيع دركا رقا الملابس الرجالية. يعني دركا رقا ملابس رجالي. وحا سو دويي واستقبله إيبيه عروض بائع المعرض. يعني اللي كان يبيع في المعرض استقبله. وحا سو دويي استقبله إيبيه عروض بائع المعرض أو كيري وقال له محان كإيبيا ولال ماذا نبيع لك يا أخي. محان كإيبيا ماذا نبيع لك ولال يا أخي. علي أيا أشاقي إيبيها علي أيا أشاقي ذكر علي إيبيها البائع إنه دونيو أنه يريد إنه يبسدو أن يشتري در ملابس. ذكر علي للبائع أنه يريد أن يشتري ملابس. يعني علي هنا اسم أيا أشاقي ذكر لمن إيبيه للبائع إنه دونيو أنه يريد إنه يبسدو أن يشتري در ملابس. وحا لقيي يعني فذهبوا به قيبت دركة إلى قسم الملابس. قيبت دركة قسم هنا قيبت دركة الملابس. وحانا لتصي وعرض عليه نوعيو أنواع كلا دوان مختلفة. هنا نوعيو أنواع كلا دوان بمعنى مختلفة أو متنوعة. أو درأة من الملابس هنا من البيانية. أو درأة من الملابس. علي وحو لدعي يعني فأعجب علي أعجب علي سروال بسروال. يعني أعجب بسروال كمد هنا من التبعيضية. كمد من كوي لتصي من المعروض عليه. يعني من السراويل التي تم عرضه عليه. يعني واحد منها أعجب به. بلسه قالئة ولكنه غالي. وحو عدصدي طلب قيمة دمس هنا حسن. وحا لغا أقولادي يعني وقوبل إن وح لغا دمو يعني الحسم. وقوبل منه الحسم. وحا لغا أقولادي قبل منه إن وح لغا دمو يعني العمل له الحسم. قيمها لغا دمو قيمة العمل له يعني دمو قيمها الحسم. هنا دمو قيمها نفسها الحسم. إسنا وإبسدي واشترى هو. إسنا وهو وإبسدي اشترى.
سروالكي البنطلون إيو شار وقميص سيدو كله وكذلك قرن فانيلا إيو بومو وسروال داخلي إساقو فرحسن وهو فرحان أيو قرقيسي أصولابتي عاد إلى منزله. هنا في تقديم والتأخير. أصولابتي هنا نبدأ من هنا عاد أصولابتي عاد إلى هنا إلى أصولابتي عاد إلى قرقيس منزله أو بيته عاد إلى منزله إساقو وهو فرحسن يعني فرحان وهو فرحان يعني أيو هنا يعني تساعد الفعل لابتي. هنا العبارة يعني نبدأها من الآخر أصولابتي عاد إلى هنا إلى أصولابتي عاد إلى قريس منزله إساقو فرحسن وهو هنا إساقو وهو فرحسن فرحان أو مسرور. معاني المفردات أخذناها قميص ونشار بنطلون سروال فانيلا قرن بومو سروال داخلي معرض عروة دركة رقة ملابس رجالي قيمة دميس حسن. نعيد مرة أخرى سريعة. إساقو ماذا تعني إساقو فرحسن إساقو هنا إساقو كلية وحدها وهو يعني الحالية وهو يعني حالية. والحال يعني حالة عودته إلى منزله كان فرحانا أو مسرور. كان فرحانا أو مسرورا يعني هذا هو. علي وحو آذي ذهب علي إلى السوق سيو أسو دكاميستو للتسوق وحو دونيا يريد إنو سو يبسدو أن يشتري شار قميص سروال بنطلون قرن فانيلا يبومو وسروال داخلي. وحو تجي يعني ووصل إلى السوق الكبير سوق وين إلى السوق الكبير حمروين يعني في حمروين هذا هو اسم مكان. وحو قلي ودخل إلى معرض عروة لقو إيبيو لبيع درك الرقة ملابس الرجالي وحاسو دوي واستقبله إيبيه عروضة بائع المعرض أو كيري وقال له محانك إيبيا ماذا نبيع لك ولا يا أخي. علي أيا أشياغي وذكر علي إيبيه للبائع إنو دونيو أنه يريد إنو يبسدو أن يشتري در ملابس وحا لقيي فذهبوا به قيبت دركة إلى قسم الملابس وحانا لتصي وعرض عليه نوعيو كالدوان أنواعا مختلفة أو درأة من الملابس. علي وحو لدعي وأعجب علي سروال وسروال أو بنطلون كمدأة من كوي لتصي يعني مما عرض عليه بلسه ولكن قالئة ولكنه غالي. وحو عدصدي وطلب قيمة دمس حسما وحا لغا أقلادي وقبل منه إن وحلغا بمقيمها أن العمل له الحسن أو قسم إسنا وهو أقلادي إبسدي وقد اشتراها أو وهو اشترى سروالكي البنطلون إيو شار وقميص سيدو كالي وكذلك قرن فانيلا إيو بومو وسروال داخلي إساقو فرحسن أيو قرقيسة أولابتي يعني أولابتي هنا عادة صولابتي بمعنى عادة هنا إلى قرقيسة إلى منزله إساقو وهو فرحان أو مسرور. هذا هو نهاية محاضرتنا الليلة والتي تأتي إلى ختامها في صفحة 26. باقي لنا وذا شاكيس هذه القطعة سنبدأها في محاضرتنا في ليلة القادمة. وشكرا على الحضور الكريم والمداخلات والملاحظات. ونأسف إذا كان هناك انقطاع للصوت بسبب الإنترنت. فأرى أن